السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. لو انت بتربي بط، في مشكلة كده ممكن تقابلك. طبعا تربية البط لازم يكون عندك نوتي بط، ولازم يكون عندك ذكورة عشان تعملي سلالة من البط، ويكون عندك بط على طول صغير، مش تضطر ان انت تشتري بط صغير عشان يكون عندك بط كبير بعد كده. لا، احنا بنربي بط صغير، واول ما بيكبر كده بنحاول يكون عندنا نوتي بط نتايتين كده، او معاهم ذكر. طب لو الذكر ده مش بيكسر على النوتي دي، هقولك كده على اكله سحريه، اكله جميله جدا. لو انت مشيت عليها او قابلتك المشكله دي، قابلتك مشكله ان الذكر مش بيكسر على النوت، هقولك كده على اكله واحده سحريه هتخلي الذكر يكسر على كل النوتي اللي عندك. ممكن يكسر لو انت استعملتي له الاكله دي على عمر 4 شهور. احنا طبعا عارفين ان ذكوره البط بتكسر على 6 شهور وممكن 7 شهور. الوز بيكسر على 9. الديوك الرومي بتكسر برضو على 9 شهور زيها زي الوز. لكن ذكورة البط ممكن تكسر على 6 شهور او 7 شهور. لكن لو مشيت على الاكلة دي ممكن الذكر معاك يكسر على عمر 4 شهور. لو صفتك المشكلة دي وذكر البط اللي عندك ما بيكسرش، او لو الذكر اتأخر في التكسير، او عاوزة الذكر اللي عندك يكسر بدري، تعملي ايه؟ دي بتكون من اهم المشاكل اللي بتقابل اي مربي بط. طبعا كلنا عارفين ان تربية البط دي هواية جميلة. البط مشروع مربح من مشاريع الطيور. طيب لو قابلتك المشكلة دي ان الذكر مش بيكسر او اتأخر عقبال ما بيكسر، دي مشكلة ليها اسباب. اسباب المشكلة دي، اسباب مشكلة ان الذكر مش بيكسر ذكر البط. اول سبب من المشكلة دي ان الذكر مثلا انت الذكر لسه صغير وانت مستعجله عليه. يعني ده اول مشكله بتقابلك، ان الذكر بيكون لسه صغير وانت مستعجله ان هو يكسر، ما بيكونش لسه بالغ ان هو يكسر. فانت ما تستعجليش على الذكر عشان يكسر معاك. مشكله تانية او سبب تاني ان الذكر ما بيكسرش، ان الذكر ممكن يكون بيتكسف. الذكر ده بيكون محتاج مكان معزول كده عن المربي، ان بحيث ان اللي بيربي البط ده ما يشوفوش عشان ان هو يكسر. لان في ذكورة هي بتتكسف ان هي تتكسر قدام اي حد، فبتحتاج كده لمكان معزول عشان تكسر براحتها. برضو من ضمن الاسباب ان الذكر البط ما بيكسرش معاكي، ان بيكون وزن الذكر ممكن يكون تقيل جدا، فما بيعرفش يكسر لانه تقيل جدا زيادة عن اللزوم. فانت بقى لو هتربي في ذكر، حاول ان الذكر يكون رفيع كده في التكسير، يكون خفيف سهل الحركة. تكون مشكلة التكسير بالنسبة له ماهيش اي مشكلة، لان وزنه اصلا مش تقيل. طب من الاسباب النادرة شوية للمشكلة دي، ان البط ممكن يكون، يعني انت مربية مجموعة كده من ذكورة البط، فالذكورة دي عندهم نقص كالسيوم، فالذكورة دي بياكلوا في بعض. ممكن الذكورة دي وهي بتاكل في بعضها ممكن تاكل العضو التناسلي للذكر وتخليه مش قادر ان هو يكسر، لان الذكر اللي بيعض فيه عمل له مشكلة في موضوع التكسير، فدي مشكلة برضو. طب احنا قلنا كده على المشاكل اللي بتخلي ذكر البط ما يكسرش معاكي. طب ايه الحل بقى؟ حل المشكلة دي هيكون ايه؟ حل المشكلة دي نحل مشكلة عدم تكسير ذكر البط، او ان ذكر البط اتأخر في التكسير. مهما كانت الاسباب، احنا بنعمل خطوة واحدة. ايه هي الخطوة دي؟ انت مثلا عندك ذكر بط بقى عايزاه يكسر، هتمشي بقى على الخطوة دي والمشكلة هتتحل معاكي بكل سهولة. بتجيب الذكر اللي انت عاوزاه يكسر ده وتعزليه في مكان بعيد عن بقية الطيور. تخلي الذكر ده لوحده كده لمدة يوم واحد او لمدة يومين. هنقول بقى على الأكلة اللي هتخلي أي ذكر عندك مهما كان
مش عايز يكسر، مجرد ان هو ياكل الاكله دي هتخلي عنده رغبه في التكسير وهيكسر كل النوتي اللي موجود عندك. طب ايه هي الاكله دي؟ بنمسك الذكر البط كده ونفتح له بقه ونديله، ونجيب قرن فلفل يكون حامي جدا، سواء كان القرن ده احمر او كان اخضر. تجيبي قرن كده وتحطيه على لسانك، تتاكدي ان القرن ده حامي جدا. كل ما بيكون القرن حامي كل ما بيكون ده في حل للمشكله. بنجيب القرن الحامي ده، قرن حامي شطه كده، فلفل صغير كده، وندخله في بق الذكر البط كده، ندخله في حنكه عشان ياكله، عشان ياكل القرن كله، ونتأكد ونطمن ان هو بلع القرن الفلفل الحامي الشطة كده. وبكده الذكر ده هيكون عنده رغبة في التكسير وهيكسر بسرعة جدا. ده كله بسبب الأكلة اللي احنا اديناها له. بعد ما بيخلص اليوم ده، يعني ادالنا قرن الفلفل الحامي، بنستنى عليه اليوم ده، اليوم يخلص تاني يوم على طول ندخله النتاية اللي احنا عايزين البيض بتاعها يكون مخصب او عايزين الذكر يكسرها. بندخله بقى النتاية. عايزين بقى احنا نكسر النوتي كلها، مش هندخل النوتي كلها للذكر مرة واحدة، احنا ندخله نتاية واحدة. نخلي فيه مسافة بين كل نتاية احنا عايزين الذكر يكسرها. ذكر البط ممكن يكسر معاكي 4 نوتي. نديله القرن الفلفل الحامي ده، وبعد كده ندخله النتاية. وده حاجة هنشوفها بعينينا ان الذكر بيكسر، والذكر يعني كويس جدا في التكسير. ده بسبب قرن الفلفل الحامي ده. وبكده احنا هنكون حلينا المشكلة. بس بندخل له النوتي كده، مش بندخلها له كلها في يوم واحد، انها بندخل النوتي كده يوم ورا يوم. بندخل له النوتي، يعني بندخل النوتي كده يوم ورا يوم، يعني بنخلي مسافة بين كل نتاية والنتاية التانية. بكده نحل المشكلة دي من أول مرة أو من تاني مرة، يعني نكرر الموضوع ده مرة تانية. يعني ممكن نحتاج ان احنا نعزله مرة تانية ونأكله فلفل قرن فلفل شطة تاني، وهنلاقي المشكلة اتحلت معانا بكل سهولة. المشكلة دي بتتحل من أول مرة. بس بأكد عليك ان انت لو حسيتي ان المشكلة دي ما اتحلتش، فانت بتجربي الموضوع ده مرة تانية. ممكن برضو في ناس بتاخد الذكر البط ده وتحط على العضو الذكري بتاعه شوية تراب كده، او تراب كده من تراب الكانون او تراب الفرن اللي عندك، او في ناس بتحط له 5 قرون فلفل اسمر برضو في المكان ده. برضو بتأكله 5 حبات فلفل اسمر في بقه. يبقى احنا عندنا 3 حلول للمشكلة دي. اول حل بنأكله 5 حبات فلفل اسمر في بقه، او قرن فلفل شطة، او من العضو الذكري بنحط عليه تراب محمى كده. وبكده بتكون المشكلة اتحلت معانا بكل سهولة. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو اول مرة تشوفي القناة تشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.